تصريحات نارية من جوارديولا بعد الخروج من دور الأبطال. ريال مدريد فريق لا يقهر، وطرد برناردو سيلفا قضى على آمالنا. خرج بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بتصريحات دراماتيكية وصريحة للغاية بعد خروج فريقه المرير من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد إثر الخسارة في إياب دور 16 بنتيجة 2-1 على ملعب الاتحاد، لتنتهي المواجهة بنتيجة إجمالية 5-1 لصالح الملكي. وظهر جوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة وهو يحاول استيعاب صدمة الخروج المبكر، لكنه لم يخفي إعجابه بقدرات المنافس، معترفا في الوقت نفسه بأن طرد نجم فريقه البرتغالي برناردو سيلفا كان نقطة التحول الفاصلة في المباراة. أبرز تصريحات جوارديولا: حاولنا العودة، لكن الطرد المبكر دمر خطتنا. بدأ جوارديولا تصريحاته بالإشادة بمحاولات فريقه للعودة في النتيجة، لكنه شدد على أن البطاقة الحمراء التي تلقاها برناردو سيلفا في الدقيقة 20 قضت على كل شيء. وقال جوارديولا: كنا نعلم صعوبة المهمة قبل المباراة، ودخلنا اللقاء بهدف تحقيق المعجزة. حاول اللاعبون بكل قوة وقدموا ما عليهم في البداية، لكن الطرد المبكر لبرناردو سيلفا قلب الموازين رأسا على عقب. عندما تخسر أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم بهذه الطريقة وتلعب لعشرات الدقائق ب10 لاعبين، تصبح المهمة مستحيلة. هدف مدريد الأول وطرد سيلفا لحظة حاسمة. أشار جوارديولا إلى أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح ريال مدريد وتحولها لهدف عن طريق فينيسيوس جونيور بالإضافة إلى الطرد كانت اللحظة الأكثر تأثيرا في المباراة. وأضاف جوارديولا: كنا في بداية المباراة نسيطر على الكرة ونحاول فرض أسلوبنا، لكن ركلة الجزاء وطرد برناردو كانت بمثابة صدمة كهربائية للفريق، فقدنا التركيز تماما بعدها. ومن الصعب جدا استعادة التوازن عندما تواجه فريقا بحجم وخبرات ريال مدريد. مدريد فريق لا يقهر في هذه البطولة، حظنا العاثر أوقعنا به. في تصريح أشبه بالاستسلام للقدر، وصف جوارديولا مواجهة ريال مدريد في هذا التوقيت بأنه حظ عاثر، مشيدا بقدرات الفريق الملكي في البطولة الأوروبية الأهم. وتابع جوارديولا: لست بحاجة للحديث عن تاريخ ريال مدريد في هذه البطولة، إنه فريق لا يقهر، يمتلك خبرات هائلة وقدرات فردية وجماعية استثنائية. يبدو أن حظنا العاثر دائما ما يوقعنا في مواجهتهم في الأدوار الحاسمة. هم يعرفون كيف يفوزون بدور الأبطال، حتى عندما لا يلعبون بشكل جيد يجدون طريقهم للفوز. إشادة خاصة بخبرات لاعبي ريال مدريد. لم يبخل جوارديولا بالثناء على جودة لاعبي ريال مدريد، مشيرا إلى أن الفرق بين الفريقين كان في الخبرات الأوروبية. وأكمل: لديهم فينيسيوس جونيور، بيلينغهام ومبابي وفالفيردي، لاعبون يستطيعون حسم أي مباراة في لحظة. خبراتهم في هذه البطولة لا تقدر بثمن. كورتوا تصدى لما تصدى له، وروديجير كان عملاقا في الدفاع، وفالفيردي مرة أخرى يثبت أنه لاعب مباريات كبيرة. هذه هي القيمة المضافة التي يمتلكونها، وعلينا أن نعترف بذلك.